نادي نيوم السعودي بيرجع تاني عايز يتفاوض مع نادي الزمالك في احمد سيد زيزو. وفي نفس الموضوع برضه هنرجع لنفس الكلام اللي اتقال قبل كده. هرجع تاني اقوله، نادي نيوم عايز يشتري احمد سيد زيزو مقابل 5 مليون دولار. مجلس اداره نادي الزمالك طلعت ذكيه وقالت لهم طالما انتوا عايزينه قوي كده وانا الدنيا معايا خربانه، يبقى انا عايز ابيعه ب 8 مليون دولار. فراح جاي نادي نيوم قال انا مش هدفع اكتر من 5 مليون دولار. مجلس اداره نادي الزمالك قالت كلمتها، خلاص طالما انتوا عايزين تدفعوا 5 مليون دولار يبقى انا هديهولكم لمده موسمين على سبيل الاعاره، وبعد كده اللاعب تاني يرجع لي. عايزين تشتروه بعد كده ساعتها هوافق، مش عايزين اهو اللاعب بتاعي. طبعا انت كمشاهد او كمشجع ايا كان انتمائك، لو جيت سالتني انت ايه رايك، هاجي اقول لك نادي الزمالك معاه لاعب واحد، واللاعب ده هو اللي بيلعب بيه، واللاعب ده هو اللي من الاخر الشباب السعودي السنه اللي فاتت كان عايز يشتريه ب 8 مليون دولار او 8 مليون يورو، بس مجلس اداره نادي الزمالك كانت واقفه على 15 مليون دولار. بالتالي نادي الشباب السعودي انسحب من الصفقه، ودلوقتي نادي نيوم السعودي داخل في الصفقه. بس الفرق ما بين نادي الشباب السعودي ده بيلعب في الدوري روشن، اما نادي نيوم بيلعب دوري درجه تانية. وفي نفس الوقت نادي الزمالك ما عندوش غير احمد سيد زيزو اللي من الاخر لما ابيعه بمبلغ يخليني ان انا اعرف اخش موسم او اخش الموسم الجاي والموسم اللي بعده تمام وانا مستريح، طالما انا هبيع اللاعب. انما هتيجي كنادي هتتذاكى عليا، لا انا مش عايز حد يتذاكى عليا. اللي هو انا حاطط اللاعب ده هيتباع ب 8 مليون دولار زي ما كان معروض عليا الموسم اللي فات. هتيجي تقول لي 5 مليون، يا عم انا هدولك ب 5 مليون لمده موسمين اعاره. انما هتيجي تقول لي هشتريه ب 5 مليون دولار، لا. احمد سيد زيزو جايب هو اللاعب ذات نفسه رقم يعني على ترانسفير ماركت ثمنه 5 مليون دولار. فلما انت تيجي تكلمني في 5 مليون دولار وفي انديه تانية ممكن تشتريه مني ب 8 مليون دولار وب 10 مليون دولار، تيجي تقول لي 5 مليون دولار؟ طب ده على اي اساس؟ وانت عندك موقع شهير جدا بتقول لك ان اللاعب ده ثمنه على ترانسفير ماركت 5 مليون دولار. انت عايز تيجي تاخده مني ب 5 مليون دولار؟ يا راجل ده في لعيبه بتوصل سعرها 3 مليون دولار بيتباع ب 7 مليون دولار. انت عايز لاعب معروض على ترانسفير ماركت 5 مليون دولار عايز تاخده مني ب 5 مليون دولار؟ بصراحه انا شايف ان لو مجلس اداره نادي الزمالك فكرت ان هي تبيع اللاعب بالمبلغ ده يبقى هي خسرانه، وخسرانه كتير جدا. ده وجهه نظري. امبارح على فيسبوك كابتن احمد شوبير طلع بتصريح ليه على فيسبوك، طلع قال ايه؟ قال بنفس الطريقه كده تالت صفقه للنادي الاهلي تخلص، نفكر بقى بعد كده في الصفقه المحليه اللي هتيجي النادي الاهلي. عايز اتكلم ان كابتن احمد شوبير طالما قال كلمتين زي دول يبقى انت كده بتاخد كلام من جوه النادي. تمام، طبعا احنا عارفين ان يوسف ايمن جه النادي الاهلي كمدافع، وجي بعد كده منه يحيى عطية الله، وفي كلام ومش في كلام وكده خلاص. ابو اشرف داري طلع قال ان اللاعب خلاص هيجي يوم الاحد الجاي، يعني عنده مباراه يوم الاحد الجاي وان شاء الله هيكون مع النادي الاهلي من بعد يوم الاحد الجاي. تمام، ده موضوع اشرف داري، يبقى هو ده تالت صفقه. اما بقى بالنسبه للصفقه الرابعه اللي هو صفقه هتبقى صفقه محليه، فبالتالي هيبقى يا اما اياد العسقلاني يا اما هيبقى عمر الساعي. فموضوع ان محمد علي بن رمضان ان هو يجي النادي الاهلي دي انا شايف ان هي هتبقى صعبه، وبالاخص كمان انك انت في الفتره اللي جايه او انك انت تفكيرك كله هيروح من ناحيه اياد العسقلاني من الاخر، يعني عشان اجيبها لك ايه سكه ودغري. لانك انت طالما في صفقه محمد علي بن رمضان فشلت، فانت بالتالي محتاج لاعب محوري، لاعب ان هو يستلم كور تحت الضغط ويسلم كور من تحت الضغط برضه. فده كان موجود في مين؟ في محمد علي بن رمضان. دلوقتي لو محمد علي بن رمضان ما جاش، بس انا برشح كمان ان محمد علي بن رمضان مش جاي رسمي، فهيجي مكانه اياد العسقلاني، ولازم مجلس اداره نادي الاهلي تفكر في اياد العسقلاني. يا سلام بقى لما تيجي تجيب اياد العسقلاني وتجيب عمر الساعي، انت كده لخصت موضوع خط النص وكمركز كمهاجم او كجناح.
اللي هو عمر الساعي. فانا بالتالي انا شايف ان مجلس اداره نادي الاهلي ان هي لازم تفكر سريع، عشان خاطر خلاص القيد الافريقي هيتقفل، بتتكلم فاضل اسبوع. فبالتالي انك انت بعد كده مش هتعرف تأيد اللعيبه اللي انت هتجيبها بعد الاسبوع ده. اما بقى موضوع عمر الساعي، فبالتالي النادي الاهلي عايز يشتريه. يعني اللي انا فهمته ان النادي الاهلي حاطط 30 مليون مع 2 لعيبه اعاره لمده موسم واحد. 30 مليون جنيه مع 2 لعيبه اعاره لمده موسم. طبعا لو هنيجي نفكر، مجلس اداره نادي الاسماعيلي المفروض ان هي توافق، لان مش هتلاقي عرض احسن من كده. وبالاخص انت عندك دلوقتي كابتن ايهاب جلال، اللي دايما لما بيدخل مع النادي الاهلي في صفقات، او ان هو بيوافق على صفقات للنادي الاهلي ان هي تروح من النادي اللي هو بيدربه للنادي الاهلي، فبيفكر في اللعيبه اللي هو محتاجها في ارضيه الملعب. يعني من الاخر نادي الاسماعيلي كده كده كسبان. انا ما فيهاش حاجه ما اطلع لاعب واخد مكانه 30 مليون جنيه وزياده عليهم كمان 2 لعيبه من النادي الاهلي. كابتن ايهاب جلال هو اللي هيحددهم، ومن قطاع الناشئين اللي المفروض اللعيبه طلعت لعبت في اخر 3 ماتشات ولا 4 ماتشات. فبالتالي كابتن ايهاب جلال اكيد كان متابع النادي الاهلي مع الناشئين، او لعيبه النادي الاهلي الناشئين بيلعبوا ازاي. فبالتالي هيحتاج منهم لعيبه تلعب معاه في الموسم اللي جاي. فانا شايف ان هو عرض ما يترفضش بالنسبه لمين، لمجلس اداره نادي الاسماعيلي. انك انت لما تاخد مبلغ وكمان فوقيهم 2 لعيبه مقابل لاعب واحد، فانت الكسبان. عاوز اتكلم كلمتين بقى في موضوع الاهلي في كاس الانتركونتيننتال في نسخته الجديده، اللي هي البديله لكاس عالم الانديه بعد تطوير كاس عالم الانديه. طبعا كلنا سمعنا ان النادي الاهلي هيبقى هو المباراه الثانيه، وان العين الاماراتي هيلاعب اوكلاند سيتي. عايز اقول حاجه من ناحيه الانتركونتيننتال. انت دلوقتي العين الاماراتي هيلاعب اوكلاند سيتي، بما ان العين الاماراتي بطل اسيا، بطل قاره اسيا. فالموسم اللي جاي، بطل قاره افريقيا هو اللي هيلاعب اوكلاند سيتي. هي خلاص القرعه اتعملت السنه دي، واللي ظهر ان العين الاماراتي هو اللي هيلاعب اوكلاند سيتي السنه دي كاول ماتش. انت هتلاعب العين الاماراتي، او هتلاعب الكسبان ما بين اوكلاند سيتي والعين الاماراتي. وطبعا كلنا بنرشح ان العين الاماراتي هي اللي هتدغدغ اوكلاند سيتي، وهتقابل النادي الاهلي في المباراه الثانيه. تمام. بس هنا هنقف شويه. ليه؟ لان المباراه بتاعه العين الاماراتي مع النادي الاهلي، او المباراه سواء اوكلاند سيتي او العين الاماراتي، بس يعني هي بنسبه 90%، بنسبه 99.9 هي العين الاماراتي. ان هيجي يلاعب النادي الاهلي هنا في استاد القاهره او في مصر عموما، تحت مين؟ تحت مشجعين 70 الف مشجع في استاد القاهره. ده لو هيتلعب في استاد القاهره. فلك ان تتخيل انت كنادي اهلي كنت بتلاعب اتحاد جده على ارضه، بما انه هو البلد المستضيف وهو كان واخد الدوري الموسم اللي فات، وكنت بتلعبه على ارضه وفي وسط جماهيره. بس جماهير النادي الاهلي كانت اكتر من جماهير نادي اتحاد جده في السعوديه. تخيل انت بقى لما يبقى هنا بقى في مصر المباراه ما بين بطل اسيا وما بين النادي الاهلي، متوقع ايه اللي هيحصل؟ متوقع ان اي نادي وهو بيلعب النادي الاهلي سواء على ارضه، على ارض النادي اللي هيلعب النادي الاهلي، بيبقى مرعوب من جماهير النادي الاهلي. تخيل انت بقى لما النادي ده يجي يلعب النادي الاهلي هنا على ارضه في بطوله لسه انت بتتكلم في اول موسم ليها، وبيتلعب على ارض النادي الاهلي وفي وسط جماهيره. تخيل انت بقى ايه اللي هيبقى او ايه اللي هيحصل. انا هسيب التعليق ليك انت، بس انا شايف ان فعلا ان احنا كنا محتاجين مباراه زي دي ما بين النادي الاهلي وما بين العين الاماراتي، في ظل وجود لاعب زي سفيان رحيمي، اللي هو اصلا كان بيلعب مع المغرب في اولمبياد باريس في المباراه ما بين الثالث والرابع قدام منتخب مصر، وكسبوا بنتيجه 6-0 قدام منتخب مصر الاولمبي. تخيل انت بقى كجمهور نادي اهلي او كلاعيبه نادي اهلي هتعمل ايه في اي نادي يكون فيه لاعب زي
سفيان رحيمي اللي كان موجود في الكارثة دي؟ هسيبها لتخيلاتك انت، مش هقولك اكتر من كده.